سلام، اليوم ما شاء الله غادي نشارك معكم طنجية ديال كرعينة العجل. تتجي معلكة وزوينة مع نصائح اللي مهمة، ضروري تكملوا الفيديو حتى الاخير باش تعرفوهم، حيت حنايا الله اكتشفناهم مع الفرناتشي ديالنا الله يجازيه بخير، ونشاركوهم معكم ان شاء الله باش حتى نتوما تستافدوا وما يوقع لكمش المشكل اللي وقع لينا مع الطنجية. غنحتاج نص عمارة، كرع القدامية واللورانية، غنحتاج كاس ديال زيت الزيتون ديال العنبه، ورقه سيدنا موسى، كمون بلدي، مروزيه، ملحه وزعفران شعره، ثومه مصير، السمن والماء. غناخد الزعفران شعره، هنا خدينا نص غرام، استعملنا منه نص الكتير، بقى منه شويه. غنوضعوه في الماء ونخليوه يطلق. ناخدو القلوشه ديالنا اللي نكونوا غسلناها قبل مزيان بالماء سخون، عاد نديرو فيها الكرعين ديالنا. غادي نوضعو الفرقش التحتانيين عند واحد الطريفات تيكون فيهم العظم، من بعد نوضع الطريفات الاخرين ديالنا. هنايا استعملنا القلوشه الاولى جاتنا صغيره، بدلناها بالثانيه جاتنا القياس، يعني الكرعين ديالنا الفوق. استعملنا هنايا 3 الكركوبات الثومه، جوج صغار وحده كبيره. الا عندكم جوج كبار ديروا غير جوج. معلقه كبيره ديال السمن. هنايا عندي مصيره وربع، غنحيد ليها اللب ديالها ونخلي غير القشره نضيفها. من بعد نضيف معلقه كبيره ديال الكمون بلدي، نص معلقه صغيره ديال الملحه، ضروري هنايا من الملحه. غنضيف معلقه كبيره ديال المروزيه ديال اللحم. بالنسبه للملحه تنضيفوها في الطنجيه ديال الكرعين، حيت الكرعين تحتاجوا لينا الملحه، ماشي بحال الطنجيه الاخرى ما تنحتاجوش نستعملوها، غير الحامض والمصير تيكفينا. غادي نضيفو رق سيدنا موسى، من بعد غادي نوضع الزعفران شعره، نشلل الكاس ديالي بشويه ديال الماء. غادي نضيف زيت الزيتون، عندي هنا كاس ديال العنبه كيف ما ذكرت قبيله، غادي نعمر عليها بالماء. هنايا الطنجيه ديالنا ديال الكرعين تحتاج الماء، ماشي بحال الطنجيات الاخرين. الطنجيات الاخرين تستعملوا فيهم غير كاس العنبه، هذه لا، راه عمرنا الماء حتى بدا تيبان لينا الفوق، ما غطاش لينا الكرعين كاملين. المهم بدا تيبان، من بعد غطيناها وديناها للفرناتشي. مني وصلنا للفرناتشي بدلها لينا في طنجيه وحده اخرى كبر. علاش؟ قال لينا لانه الكرعين ملي تيكونوا تيطيبوا تيتنفخوا، الا خلينا هذيك الطنجيه غادي تطرطق ونضيعوا في الكرعين. هذا علاش خصنا ضروري ملي نبغيو نديروا طنجيه الكرعين نديروها في طنجيه اللي كبيره، يعني تبقى واحد المسافه ما بين الكرعين والطنجيه من الفوق خاويه. ملي غادي نغطوها غادي نحركوها نديوها للفرناتشي. بالنسبه للطياب حتى هو قال لينا انه الا بينا مثلا نتغداو بها خصنا نبيتوها عنده تطيب، بينا نتعشاو بها نديوها الصباح بكري اولا حتى هي نبيتوها. وهادو هما النصائح اللي كانوا عندنا، ان شاء الله نستافدوا كما استفدنا حتى حنايا. بالنسبه للغطا ديالها تنستعملوا ورق الطبخ وتنعقدوها بخيط او بسلك اللي كان متوفر عندنا، ونجمعوا ليها الجنيبات ديالها باش يبان عندنا المنيتير ديالها زوين. من بعد نحركوها ونديوها للفرناتشي. الطنجيه ديالنا جات معلكه وزوينه. القياس ديال الملحه غير هو بالنسبه للماء جانا شويه كتير، حيت الفرناتشي زاد فيها شويه ديال الماء. بالنسبه نتوما الا طبقتوا النصائح اللي عطيتكم راه ما غاديش توقعوا في هذه المشكلات ديال يجيكم فيها الماء كتير، وغادي يجيكم القياس ديال المرقه. نتمنى ان شاء الله نكون فدتكم وعجبكم الفيديو. شكرا على حسن المشاهده، ما تنساوش لي لايك وشير وسبسكرايب. الى فيديو قادم ان شاء الله.